الدليفري حضرتك. ايوه اتفضل. اتفضل يا فندم. تمام، ممكن لحظه بس اجيب لك الفلوس؟ ماشي، هو الحساب 500 جنيه. تمام ماشي، بعد اذنك. بقول لك ايه؟ نعم. حسابك كام؟ 500 جنيه. امسك طب 600. اشوف لك فكه كده. لا لا، خلي الباقي عشانك. يلا اتكل على الله. ماشي يا استاذ، ماشي. يلا بسرعه. اما اجيب له بقى الفلوس عشان احاسبه. هو الراجل راح فين؟ هو مشي من غير محاسبه ولا ايه؟ يا استاذ يا استاذ يا استاذ. ايوه يا استاذ. انت ما خدتش مني فلوس الاوردر ورحت ماشي؟ لا، ما هو الاستاذ حاسبني حضرتك. استاذ مين؟ الاستاذ جوزك تقريبا او اخوكي، ما اعرفش. يا استاذ انا قاعده لوحدي. لا يا استاذه والله ده حاسبني. بصي، ده حتى مديني فلوس زياده، مديني 100 جنيه زياده. طيب طب بعد ماشي. اذنك بس عشان عندي اوردرات تانية هروح اوزع. طيب هو ايه ده؟ ومين اللي اداه الفلوس اصلا؟ كده كده هعرف، مش مهم. وبعدين هي اتاخرت بره ليه كده؟ بس هتيجي، هتروح فين يعني؟ غريب قوي موضوع الراجل اللي حاسب مكاني، حاسب ومش عاوز فلوسه. بس هعرف هو مين. اخيرا يا روعه. ايوه روعة خطيبتي، روعة، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا يا اسلام. ابتسامة، طيب في ايه؟ لا بس ما ينفعش يعني ان انت تيجي وانت عارف ان انا قاعده لوحدي. ايوه، ما انا عارف ان عم علي مش هنا، انا قلت بس انا ايه، هنيجي انا وانت نقعد مع بعض عشان نتفق بقى على الموضوع، الفرح والحاجات اللي انت فاهماها. تخليني واقف على الباب كده يا روعة، عيب يعني، ده انا خطيبك. اتفضل. ماشي. بقول لك ايه؟ خير. هوبا، خطيبها كمان جه؟ ده كده حلوت قوي. كنت عايز اقول لك على الموضوع اللي انت كنت عايزه تجيبيه ده، اللي هو الانتريه واوضه الاطفال والحاجات دي. مالك يا روعة، في امشي؟ مش حابه بصراحه ان انت تكون موجود وبابا مش هنا. ما انا خطيبك، مش غريب يعني. وبعدين يعني انا همشي قبل ما باباك يجي، ايه المشكله يعني يا روعه؟ بقول لك ايه، انا دماغي مصدعه، قومي اعملي لنا كوبايتين شاي انا وانت. ماشي، تشربها على طول وتمشي عشان مش هينفع ان انت تبقى قاعد كده. او امشي يعني يا روعه دلوقتي، في ايه يا روعه؟ روعه مش روعه. ما انت لخبطتيني في الكلام، المفروض تقابليني احسن من كده. بسرعه. اعمل له الشاي بقى عشان نخلص ويمشي. ده انت يا اسلام ايه، جاي في الميعاد بالمظبوط زي ما قلت. معلش تعبتك يا روعه، تعبتك جدا. ألف هنا، اتفضل. هجيب لك ميه بدل مش ما عارف شرقت. كح كده. مش عارف مين اللي جاب سيرتي. ايه ده؟ لا حول الله. ومين اصلا هيجيب سيرتك يا اسلام؟ مش عارف، ما انت عارفه في ناس اتفضل. بتكرهني كتير. اتمنى بقى انك تشرب الشاي على طول وتروح. الحمد لله. لا انا هشرب الشاي مش على طول. يا نهار اسود، ده هتشرب. اشربي. انت على ايه ده؟ ايه ده؟ في صوت ولا هو- ايه؟ مش قلتي بابا مش هنا؟ هو في ايه؟ مين اللي هنا؟ اسلام. اسلام ايه؟ مش قلت لي يا عم مش هنا؟ ايوه مش هنا، تعالى معايا انا خايفه. تعالى معايا. كده. مين اللي هنا؟ مين اللي هنا؟ في ايه؟ معرفش. ثواني كده. مين اللي هنا؟ ايه ده؟ يا بنتي دورنا في الشقة كلها مفيش أي حاجة. طب وبعدين ما انت سمعت معايا الصوت. يلا نشرب الشاي، فكك بقى، ده تهيؤات، انت بتتخيلي. يلا. ماشي اتجننت معلش. والله.
بتتخيلي حاجات غريبه انت يا روعه. معلش اتجننت. اشربي الشاي، على فكره الشاي حلو جدا، تسلم ايدك. ماشي يا اخويا. المهم قولي لي بس، خير. ناويين نجيب ايه بقى في موضوع الجواز ده؟ مش عارفه، اهو اللي ربنا يسهل بيه بقى. انت تأمريه من عين الاتنين. شكرا يا اسلام، شكرا. انا حاسك مش مبسوطه. حاول تشرب بقى بسرعه عشان بابا لو جه بعد اذنك. احنا قاعدين مع بعض اهو يا روعه، في ايه؟ طب اخلص يا اسلام اخلص. قولي لي بس انت الموضوع انت عايز ايه عشان يبقى ايه مرتب كل حاجه في دماغي. هو انت النهارده جيت ان انت تفتكر طلبات الجواز؟ ما مش عارف يعني، شوف انت عايز ايه طيب وانا اعمل لك اللي انت عايزاه. مش عارف في ايه، جالي صداع مره واحده كده. جالك صداع؟ مش عارف في ايه مالك؟ والله العظيم ما اعرف بجد يا روعه، حاسس ان جسمي تقيل ودماغي تقيله قوي. وانت حطيتي كام معلقه شاي ولا ايه ده، ولا ده هبوط ولا ايه؟ طب بقول لك ايه يا اسلام، اسلام انت هتنام ولا؟ نهار اسود. نام. ده اللي انت كنت عايز تعمله ما كانش سهل. ايه يا اسلام؟ يا اسلام قوم روح نام في بيتكو يا اسلام. مش هينفع ان بابا لو يجي يلاقيك كده نايم هنا. نهار اسود. انت يا ابني استاذه روعه. يا نهار اسود، انت مين ده؟ اهدي. يا اسلام قوم شوف مين ده. على فكره يا انا خير. جاي هنا عشان انقذك منه. تنقذني من مين؟ من اسلام. عشان الشاي اللي هو شربه كان المفروض انت اللي هتشربيه، اللي كان حاطط لك فيه المنوم، وانا جيت وبدلته. طب انت دخلت بيتي ازاي؟ مشيت بتاع الدليفري وحسبته ودخلت. هو انت؟ ايوه انا. طب انت عرفت منين ان اسلام هيعمل كده فيا انا؟ انا هقول لك يا اسلام، كان في موضوع كده عايز اتكلم معاك فيه. تمام قول يا حبيبي. موضوع خطوبتك يا ابني على روعه بنت عمك. هو انتوا ايه؟ انتوا مخطوبين بقالكم كتير، مش ناويين تتجوزوا بقى؟ اتجوز ايه؟ وانا بتاع الجواز يا احمد؟ انسى. انا موضوع الجواز ده ما بفكرش فيه اصلا، وغير كده هي اصلا مش حلوه، كلها كام يوم واعمل اللي انا عايزه. مش فاهم تعمل اللي انت عايزه ازاي يعني؟ احمد انا باثق فيك وانت صديق عمري. اكيد يا اسلام، احنا ملناش غير بعض. بصراحه كده طلباتها كترت كتير، وانا جو الجواز ده ما بفكرش فيه. لولا ابويا شرط عليا انا ما كنتش اصلا عملت كده. اصل ابويا بيحب الفلوس، وانت عارف يا عم متريش. في فكره لازم اعملها، انا احط لها منوم في العصير واخد منها اللي انا عايزه لما تنام. يعني انت تقصد بقى تروح لها البيت وتنيمها واللي انت عايزه تعمله وبعد كده ترميها بس كده، واعمل اللي انا عايزه معاها والموضوع انتهى. يبقى شوف مين بقى باباها يصدقها وفضيحه وقصص، وانت فاهم بقى الباقي. انت دماغك طلعت ايه؟ صاحبك بقى وانت عارفه يا ده. انا بحب ان انا اقضيها جواز ايه، انا لسه شاب. بس مش حرام عليك، دي بنت عمك مهما كان يعني. بقول لك ايه، فكك بقى وبلاش درس الاخلاق اللي انت بتدوني ده كل شويه. انا مزاجي وكيفي كده. انا هسيبك دلوقتي عشان اروح الصيدليه والحق اخطط للموضوع. طب والبنت ذنبها ايه؟ ذنبها ان هي مخطوبه لواحد زباله زيك؟ وهتعمل ايه يا احمد؟ انت لازم برضو تلحق البيت. اعتبرها زي اختك، وده واحد اصلا ملوش امان. طب هتصرف ازاي بس دلوقتي يا رب؟ اهم حاجه اوصل البيت قبله، بس ازاي دي يا احمد؟ انا همشي من هنا وبعد كده يحلها ربنا، لازم الحقها. الله يا ست روعه، صحيح ان غاب القط تلعب يا فار. اروح الشغل اجيب شويه الاقي جايبالي خطيبك ونايم واحد كمان غريب. ايه الحكايه؟ ايه المصيبه دي؟ فاهميني يا بابا بالراحه فضحتنا. اهدى بعد اذنك بس. وطي صوتي عشان ما ينفعش كده، عشان تفهم كل حاجه. افهم ايه؟ فهمني يا اخويا. ابن اخوك المحترم اللي المفروض ان هو يخاف عليا ويحافظ عليا كان جاي عشان يحط لي منوم في الشاي ويصورني. وادي اهو احمد صاحبه هو اللي جه انقذني من الموضوع ده. معقول الكلام ده؟ وهو متفق معايا. دي المصيبه، اسلام يعمل كده؟ ابن اخوك. انا مش مصدق نفسي اللي انا بسمعه ده. وقعته سودا ومطينه. انا هعرف ازاي اوريه. قوم يا ابني روح نام في بيتكم. هي القنده ولا ايه جمعيه تعاونيه؟ قوم. هو مش هيقوم دلوقتي. ليه؟ عشان المنوم اللي شربه مش هيخليه يصحى دلوقتي خالص. انا مش هسيبه، هفضل قاعد هنا لغايه ما يفوق عشان ارميه في الشارع وافضحه عند ابوه. طب بعد اذنك يا بابا،
انا هدخل الم له كل حاجته، انا مش عاوزاه. عندك حق يا بنتي. وانا يا جماعه خلاص كده هتاخذوا مني انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابني. انا مش عارف اشكرك ازاي. انا شفتها زي اختي، ولو طبعا اي حد مكانك كان ربنا يعمل أكتر من يخليك كده. يا ابني، انت انقذتها. يلا. ربنا يكرمك. ربنا يخليها ربنا يخليك يا ابني. لا حول ولا قوة. معقولة تيجي الضربة من خطيبها؟ معقولة الكلام ده؟ واحد غريب هو اللي ينقذها؟ الحمد لله اني جيت في الوقت المناسب.